يا الله، صبري ليس بصبر أيوب عند المرض، وتسبيحي ليس بتسبيح يونس في بطن الحوت، وإيماني ليس بإيمان إبراهيم في النار، وثقتي بك يا رب ليست بثقة النبي صلى الله عليه وسلم محمد في الغار. فارحم يا رب تقصيري وضعفي وخطئي وذنبي، فلا حول لي ولا قوة إلا بك. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير واتم صحة كده واحسن حال. وحشتوني جدا بالذات اللي فاتت. النهارده جيت لكم فيديو جديد وروتين جديد من بيت اميره، ان شاء الله هيعجبك. اول مره بتشوفوا القناه بتاعتي انزلوا دوسوا اشتراك على علامه الاشتراك الموجوده تحت الفيديو، وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله الفتره الجايه. ويا ريت تشجعوني بلايكاتكم وكومنتاتكم الحلوه عشان تشجعوني وتدعموني اعمل لكم فيديوهات اكتر. النهارده بقى هنعمل روتين مع بعض كده سريع شويه، بس هنبدا كده ب كنت بقى ما عنديش منظفات خالص. فقلت اجيب كده شويه منظفات. انا بجيب حاجات تكفيني شهر واكتر كمان. طبعا الحاجات دي انا بجيبها كلها سايبه من عند ابو عمار. نزلت لكم هتلاقوا الفيديو بتاعه بتاع بالعنوان بالاسعار بكل حاجه في الفيديو اللي قبل ده على طول في القناه، ارجعوا شوفوه. عنده اسعار حلوه جدا وهقول لكم كل حاجه بالاسعار. بجيب بقى حاجات، عايزه اقول لكم بدفع مبلغ قليل جدا بالنسبه اللي كنت بشتري بيه الاول، وبجيب حاجات تكفيني شهر واكتر. تابعي الفيديو للاخر عشان تعرفي كل التفاصيل، وكمان تشوفي الروتين بتاعنا الحلو ان شاء الله هيعجبك. هنا بقى بدات اطلع الكياس كده، كان بقالهم حبه حلوين في الكياس ما كنتش طلعتهم، فكانوا قربوا يفضوا الحاجه اللي جواهم يعني، بس الحمد لله لحقتهم يعني. فهقول لكم بقى انا جايبه ايه وكل كيس فيه ايه، هقول لكم كل التفاصيل. بصوا ده كده الاربعه دول كده كولوريكس الوان. طبعا انا كنت بجيب الاول اللي هي شركه كولوريكس الازايز دي، بس الصراحه من ساعه ما جربت حاجه ابو عمار ما بجيبش غير من عنده. جبت كده، هو طبعا بيعمل عروض كل يوم جمعه، عروض حلوه قوي يعني. جايبه ال2 كيلو الكيسين كودريكس الوان ب10، الكيسين ب20 ماشي. عامل عرض على الاثنين ب20. جبت عرضين 4 كودريكس الوان. والبرسيل جل عايزه اقول لكم تحفه تحفه بجد والله. برضو ال2 كيلو ب20. جبت برضو 4، استنى اوريهم لكم. طبعا انا بجيب البرسيل جل، يعني بستخدم مره البرسيل جل ومره المسحوق اللي هو المسحوق العادي الباودر، فبيوفر معايا وبيقعد معايا فتره طويله. بجيب برده من عنده شكاره المسحوق هوريها لكم، بتقعد عندي بصراحه فتره طويله قوي. وكمان بجيب من عنده الدوني، عايزه اقول لكم ريحته تحفه تحفه بجد. بجيب برده ال2 كيلو ب10. جبت برده 2 دوني اهو، عشان انا كان عندي شويه من الاول بس كان لونه ازرق، بس عايزه اقول لكم حاجته حلوه قوي وريحتهم كمان حلوه قوي. طبعا بيديكي مع العروض يوم الجمعه بيديكي هدايا مع العروض. جبت كمان هو ده برضو تقريبا كولوريكس الوان، بس انا المفروض لا انا جايبه 3 بس مش عارفه هو ده ايه بصراحه. ده معطر ارضيات، بتاخديه نص لتر هديه مع اي عرض بتاخديه. ادي نص لتر معطر ارضيات اهو. وبجيب كمان الصابون بتاع المواعين. طبعا بتشوفوا انا بغسل المواعين رغوته بتبقى عامله ازاي، وعايزه اقول لكم بينضف جدا. دول كده 3 كيلو، التلاتة لتر ب20. 3 مسحوق بتاع المواعين اللي هو الاصفر. طبعا عنده البريل وعنده الاصفر وعنده بالخوخ، عنده زي ما انت عايزه. وده برضو هديه، انا مش عارفه هو ايه بصراحه، هو عشان بس جوزي اللي جاب الحاجه من عنده فهساله هو ده هديه، بس انا مش عارفه هو ايه. بس دي كده الحاجات اللي انا جبتها. وطبعا بجيب شكاره المسحوق، استنى هوريها لكم اهي. بجيب النوع دوت، استنى كده اوسع له بس مكان اهو. بجيب دي ال10 كيلو، فمع الحاجات التانية فبتقعد عندي فتره طويله وبستخدمهم على طول. فبصراحه حاجته حلوه جدا. لو انتوا المنظفات بتبقى سعرها عليكم عالي لما بتجيبوها بالسوبر ماركت، جربوه. لو انت طبعا من العجمي هنا هسيب لكم الفيديو بتاعه اللي فيه العنوان والتفاصيل والعروض والاسعار في كل حاجه تخصه في اول كومنت او في صندوق الوصف. بس كده يلا بقى نفضي الحاجه بتاعتنا اللي احنا جبناها دي ونبدا الروتين بتاعنا مع بعض. كده كده وريتكم بقى كل حاجه جايباها. عايزه اقول لكم حاجته حلوه جدا، لو جربتي تجيبي حاجه سايبه هتوفر معاكي كتير قوي. انا كنت مثلا بشتري ازازه الكولوريكس، طبعا كلكم عارفين الكولوريكس سعره عامل ازاي، والازازه ما بتكملش لتر ونص وبتخلص على طول. لا انا بحق الازازه دي بجيب 4 واكتر كمان لتر.
حاجات سايبه وحاجات نظيفه جدا وتنضف. وعايزه اقول لكم البرسيل جل زي ما قلت لكم حلو قوي، بوفر معايا كمان في المسحوق. وبجيب برده شكاره المسحوق اللي وريتها لكم دي، دوري عليها بجد، نوعها حلو قوي، سعرها رخيص، وكمان بتنضف حلو قوي. جبت بقى ازايز بلاستيك بقى عندي، عشان كده الازايز اللي بقى مطرحها حاجه ساعه وكده ما برميهاش، بغسلها كويس قوي وبركنها، بفضي فيها المنظفات. هوريكم في الاخر انا فضيتهم كلهم ازاي. اول حاجه كده جبت ازازه وبدات انا افضي الكلوركس الالوان. طبعا اي حاجه كان عندي منها من الاول، كان عندي حبه من الاول فبفضي عليها عادي جدا. فضيت بقى كده الكلوركس الالوان، وهنا قلت اكمل الباقي في ازازه تانية لان الازازه التانية كانت خلصت ملت. بصوا الفرق ما بين الكلوركس الالوان برسيل جيل، هما الاتنين نفس اللون، بس طبعا البرسيل جيل بيبقى تقيل زي الصابون كده، والكلوركس الالوان بيبقى خفيف زي الميه كده زي ما انتم شايفين. تمام. فضيت بقى كده الكلوركس الالوان، وفضيت الاربعة لتر في ازازتين كبار، كل ازازه 2 لتر يعني. وكان عندي حبه من الاول خليتهم بقى لوحدهم. طبعا انا بروح عند الحوض كده عشان نطلع الصابون اللي في الازازه ده كله، واكمل افضي الكميه اللي باقيه عادي. سبتها كده على جنب، سبتها تهدى بقى من الصابون ده، واكمل افضي بقيه الحاجه. جبت كمان ازازه كده فاضيه، بس الازازه كانت كبيره 2 لتر ونص، قلت هفضي فيها البرسيل جل. هبدا بقى كده اقطع الكيس كده بايدي وافضيهم. طبعا لو انت عايزه تشتري عنده في ازايز عادي يعني، تاخدي الازايز وتروحي عنده هو يعملها لك مفيش مشكله. بس انا طبعا ايه، عشان باخد كميه من حاجات كتير، فبحجزهم عنده مثلا واخليهم لحد ما جوزي يبقى موجود يجيبهم لي، او انا ابقى لوحدي من غير العيله اعرف اطلعه. لكن غير كده انت ممكن تاخدي في ازايز عادي جدا. تمام. فضي بقى كده البرتيل جل. الازازه دي هتاخد معايا 2 لتر ونص، وهكمل في ازازه تانية كان عندي حبه من الاول فهكمل عليهم. يا ريت بقى افكركم تاني، لو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو، اخر الفيديو دوسي على علامه الاشتراك عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله الفتره الجايه، واعملي لايكات كده وكومنتاتكم الحلوه، شيروا الفيديو ده مع اصحابكم عشان هتستفادوا منه. وانا عارفه ان لو جربتوا حاجه ابو عمار بجد مش هتبطلوا تجيبوا من عنده. طبعا لو انتم من العجمي بيوسف يعني هيعرف يشتري منه. ولو انت من منطقه بعيده شويه ممكن تجيله مره في الاسبوع، مره كل شهر. عايزه اقول لك لو خدتي منه حاجات مره في الشهر تقعد عندك فتره طويله جدا وهتوفر معاكي كتير. خلاص بقى كده فضيت كمان برسيل جل. قلت لكم هكمل بقى الباقي كده في ازازه صغيره. الازازه الكبيره دي اخدت 2 لتر ونص، فهكمل الباقي في الازازه الصغيره. عايزه اقول لكم الازازه دي بترحمني كتير، لان طبعا ما ينفعش اجيب الحاجه واخليها في اكياس. الكياس اصلا لو قعدت فتره طويله هتلاقيها تبدا تفضي كده الحاجه اللي جواها، ما اعرفش ايه اللي بيحصل لها. فما ينفعش تسيبيها في اكياس، تفضيها بقى في ازايز، في اي حاجه انت حابه تفضي فيها بتفضي فيها. كان عندي هنا شويه من الدوني، عشان قلت لكم الدوني اللي كان عندي الاول كان لونه ازرق، فهحطهم على بعض يعني عادي. الاتنين ريحتهم حلوه قوي، فقلت بدل ما اسيب الحبه الصغيرين دول في الازازه فهفضي عليهم دول. الدوني ده طبعا بتحطيه في الغساله لما تكون الغساله خلاص بتشطف، ما تحطيش وهي بتغسل، تحطي وهي بتشطف عشان تخلي ريحه الغسيل بتاعك حلو. عايزه اقول لكم بجد ريحته حلوه قوي، بيخلي ريحه الغسيل كده يعني الغساله تفصل، تشم ريحه الغسيل من قبل ما تطلعيه من الغساله. هحط بقى الغسيل اللي فوق ده كده يفضي على مهلها. كنت ماليه البتاع اللي انا بفضي فيها يعني، عامله دي وهامله كمان الصغيره دي. اهو بصوا كده انا مليت دي خلاص، هبدا املى كمان الصغيره دي زي ما انتم شايفين كده. كده يعتبر خلاص خلصت الدوني. هبدا اقفل بقى كده الازاز برضو واركنها على جنب، ونشوف هنفضي ايه تاني مع بعض. كده خلاص فضيت الحاجه كلها. بصوا الصابون وال والحاجه كلها فتفضل معايا بس الكيس كنتش عارفه لسه هو ايه، فقلت لما انزل ابقى اعرف هو ايه وابقى افضيه. جبت بقى الدرفه بتاعه المنظفات، فضيت كل الازاز اللي كانت فيها، وفضيت كل حاجه اللي فيها، مسحتها كويس قوي. ببدا ارص فيها الحاجه اللي انا استهلاكي عليها قليل بحطها ورا خالص يعني. الصابون ده عشان انا عندي ازازه كبيره فيها صابون، فببدا ان انا اخليها بره، واحط كل الحاجات اللي مش هستخدمها دلوقتي ورا، والحاجات اللي انا بسحب منها قدام. فاهمين؟ نضفت كده الضرفتين بقى ورصيتهم كده رصه حلوه، وكده اكون خلاص خلصت الجزء بتاع المنظفات. طبعا الرخامه دي كنت بفضي عليها كانت اتبهدلت بقى كده خالص، فشلت كل الحاجه اللي كانت عليها، وبدات ان انا كده اصبنها بالميه والصابون كويس قوي، وهمسحها بقى كده بفوطه نظيفه، وابدا ارجع بقى كل حاجه مكانها تاني. طبعا انا عندي الشقه كانت المطبخ كان نضيف بصراحه، ما كانش فيه اي حاجه، بس باقي الشقه كانت مبهدله. بس هوريكم كده منظر الشقه والاوض قبل وبعد عشان ما اطولش عليكم الفيديو يعني. هوريكم كل حاجه كده قبل وبعد عامله ازاي. نضفت بقى كده الرخامه، مسحتها كويس قوي
وكمان نشفتها كده بفوطه نظيفه. وكان عندي طبعا البخال انتوا عارفين دي بيبقى فيها كلور ومعطر وشويه ميه كده، بمسح بقى كده بيها وبلمع بيها بعد ما خلصت الرخام، تدي كده ريحه حلوه وبتخلي الرخامه تلمع. هبدا بقى كده ارجع كل حاجه مكانها. بصوا انا كنت خلصت الرخامه التانية ورجعت كل حاجه مكانها، ورحت كمان على الرخامه الصغيره دي قلت برضه انضفها بنفس الطريقه، عشان كان عندي شويه مواعين مش كتير، فقلت ايه طبعا انتوا عارفين بحب انضف الرخامه قبل ما اغسل المواعين عشان اسيب المواعين تتصفى، ما استعجلش ان انا اشيلها يعني، فاهمين قصدي. فهمسحها بقى كده كويس قوي وارجع برضو الحاجه مكانها. بس كنت عايزه اغسل الحاجه بتاعت الجنب ده، انتوا عارفين جنب البوتاجاز، فلو بتقلي حاجه ولا حاجه بتجيب عليهم يعني ازازه الزيت والخل، بتجيب عليهم بقى زيت طرطشه مطرح الاكل ايا كان. فهمسكهم كده، كنت الاول همسحهم بفوطه، بعد كده لقيتهم مش نضاف فصبنتهم كده، كنت بوريكم اللي انا غسلتها. وكمان هغسل الازازه التانية، انا بغسلها وهي مقفوله عادي ما بيخشلهاش ميه ولا اي حاجه. كمان هغسل بخاخه الزيت دي، وهغسل السبت اللي فيه الازايز دي، وبعد كده هشطفهم بقى كويس واصفيهم، وبعد كده ارجعهم مكانهم تاني. طبعا طول ما انت ايدك في حاجتك على طول هتلاقي الحاجه دايما نظيفه، مش هتاخد معاكي وقت ولا هتتعبك يعني. لو انت حتى ناويه تنضفي تنظيف عميق شويه هتلاقي الحاجه سهله معاكي والحاجه مش متبهدله، فاهمين قصدي. فده عشان انت ايدك في البيت على طول او ايدك في الحاجه على طول، فالحاجه دايما نظيفه، حتى لو اتبهدلت بتبقى حاجه بسيطه خالص بتنضف معاكي على طول، فاهمه قصدي. خلاص بقى كده رجعتهم مكانهم تاني، وهحط باقي الحاجه دي كده مكانها اهو. وهبدأ بقى كده افرش الفوطة بتاعة المواعين واغسل المواعين. طبعا ما كانش عندي مواعين كتير قوي هوريها لكم دلوقتي اهو، بصوا كانت حاجات مش كتير قوي. فخلاص هنا بقى غسلتهم، وكمان نضفت الحوض بقى بيلمع اهو، سبت المواعين تتصفى، غسلت الباسكت كمان، ولمعت الدواليب المطبخ من بره بالجلانس وفوطة نظيفة، ونضفت البوتاجاز والمطبخ، والدنيا عندي بقت زي الفل الحمد لله. وكمان كان الجردل بتاع المسحوق ده فاضي، فضيت حبة كده من الشكار اللي انا وريتها لكم. وكده المطبخ خلاص خلصته. كان عندي شوزات كده مش نضيفه حطيتها في الغساله، طبعا انا بغسلهم في الغساله عادي جدا ما بيحصلهاش اي حاجه. حطوه في الغساله كده وشغلت عليهم. هدخل بقى كده على اوضه النوم، كان عندي كوم غسيل عايز يطبق، هطبق الغسيل بقى كده كله، واللحاف ده هشيله بقى عشان عايزه اغسله، فهطبقه واركنه على جنب دلوقتي لان انا بغسله في البانيو. فعشان انا ناويه ادي الولاد شاور بالليل وكده، فمش هغسله دلوقتي، خليه دلوقتي هطبقه واحطه على جنب، وابقى اغسله لما وقت البانيو يبقى فاضي فيه. غيرت ملاية السرير بقى وحطيت دفاية كده في السرير، وطلعت كمان بطانية. وكده خلصت اوضه النوم، شلت السجاد بتاع الارض كله، وكنست الارض ومسحتها كويس، وهسيبها بقى تنشف، وبعد كده هرجع افرشها تاني. خلاص برضو خلصتها اهي، وهبدا اعطرها بقت زي الفل الحمد لله. ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا غيرت كمان المفارش كلها والسراحه وكل حاجه بقت نضيفه. هدخل بقى على اوضه الاطفال، طبعا كنت فرشه المفرش القطيفه دي بقى لها ياما، طبعا انتوا عارفين محدش بينام فيها، بس قلت اغيرها بقى كفايه كده يعني بقى لها فتره طويله. كان عندي غسيل كتير برضو طبقته ورصته في الدولاب. وهبدا بقى لنا ايه اشيل المفارش دي، هشيلها بقى كده من مكانها، وهشغل عليها برضو الغسالة. طبعا انا بنضف وبغسل في نفس الوقت، حتى هتشوف في اخر الفيديو كل الحاجة اللي انا لميتها الفرش كله منشراه في البلكونة قبل ما انام، فاهمين قصدي، كله في نفس اليوم عشان ما اكومش غسيل يعني وابقى ورايا حاجة تانية. وطلعت بقى كده طقم ملايات، طقم الملايات ده كنت جايباه معاكم من فترة لو تفتكروا اول ما عملت تنظيفات الشتاء، فقلت افرشها كده واطلع عليها الكوفرتات الشتوي احطها على السرير اهو. بصوا كده خلصت بقى وطلعت الكوفرت كده طبقتها على نص السرير، والسرير التاني بقى هعمله برضو معاكم. خلاص بقى كده خلصت، ولميت بقى كل الالعاب والحاجه بتاعتهم، ومسحت الارض ولميت السجاد كله ومسحت تحتيه، ورجعت فرشته تاني كده. كمان اوضه الاطفال اهي بقت زي الفل، هعطرها كده كويس وكده اكون خلصت. هطلع بقى على مش عارفه هنعمل انهي الاول، ريسبشن ولا غرفه الليفينج. هنخش بقى على غرفه الليفينج، طبعا دي اوضه الكركبه بالنسبه لي. بصوا كانت عامله ازاي، كانت متبهدله. هنا كنت جايبه العيال كل واحد سكوتر جديد، بهدل لي بيه الدنيا بقى. عايزه اقول لكم المكتبه مطرح ما انا حطاها كده من مطرح ما بيجروا بوظوها. بصوا الاوضه كانت عامله ازاي. هنغير بقى الفرش بتاع الاوضه كله، بصوا متبهدله. هغير الفرش بتاع الاوضه كله، وكمان هغير الحافظه بتاعه الارض دي هشيلها خالص اغسلها وافرش واحده تانية، ونلم الالعاب دي وهوريها لكم بعد ما خلصت.
اهو بصوا بقى المنظر. غيرت الفرش كله وغيرت كمان الحافظه بتاعه الارض ولميت الالعاب بتاعتهم كلها وغيرت المفارش ومسحتها والدنيا بقت زي الفل اهي. هطلع بقى الريسبشن كان متبهدل طبعا، مطرح ما كنت بنضف كان كل حاجه بطلعها على بره. بصوا طبعا كنت لما المفارش كلها معاكم في اول الفيديو غسلتها وطلعت الطقم بتاع الانتريه بتاع الركنه ده، قلت افرشه هنا على الانتريه هوريه لكم بقى شكله. وطبعا كان عندي غسيل عايز 12 اهو، فرشته بقى هنا كده خلصت الجنب بتاع الانتريه. اوريكم بقى الجنب التاني بتاع السفره. خلاص بقى الجنب ده برضو كان متبهدل، خلصته كده اكون خلصت الشقه كلها الحمد لله وخليت الدنيا زي الفل. وكمان نضفت الحمام والبلكونه برضو نضفتها كويس قوي ونشرت كل الغسيل اللي انا كنت غسلاه. هبدا بقى اعطر كده الشقه. وبس كده، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واستفدتوا منه اي حاجه. هستناكم فيديوهات جايه كتير، شجعوني بلايك واشتراك في القناه واشوفكم في فيديو جاي على خير.